السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ ان شاء الله انتوا كويسين. مرحب بكم في القناة. الليلة هعمل ملاحة تقلية. تجيبي لحمة مفرومة، وأنا جبتها نص كيلو لحمة، وثلاثة بصلات أو 4 بصلات متوسطة، تقطعيهم وتحمريهم. وبعدين سخنت الزيت في النار، وكبيت الصلصة. شوح الصلصة في الزيت عشان بعدين بتدي وش للملاح. وبعديها ضفت الطماطم، وبعد الطماطم طماطم وقرنين شطة حسب الرغبة. وبعدين ضفت البصل. أضفت البصل للملاح. وبعد ما البصلة آه، تاخد نص استوى، هضيف عليهم الماجي. طبعا الماجي ده على حسب الرغبة. في ناس ما بيحبوا الماجي في الملاح، والناس اللي بيدسوا الماجي في الملاح دي الناس كتار بيدسوا الماجي في الملاح عشان يبقى طاعم. بيكون في ناس في البيت طبعا ما بياكلوا الماجي. وسبحان الله الحالة هي كأنها حاجة نفسية. الواحد بياكل ملاح أو بيشرب ياكل السليقة، يشرب السليقة شوربة وكده، بيكون فيها ماجي وبيكون عادي وأي حاجة. لكن سبحان الله أول ما يعرف زي ما بقولوا بطنه بتقلب. ما عارفة، أنا قاعد أحس الحاجة دي نفسية أكتر من إنها مرتبطة بإنه كمثلا أكل ماجي أو لا. بعدين تضيفي اللحمة المفرومة وتقلبيها في الصلصة والبصلة اللي عملتيهم قبل. وبعد ما تنضج تضيفي الكزبرة. أضفت الكزبرة، شوية توم. التوم بقسمه على جهتين. بضيف نص ملعقة كبيرة أو اللي هي ملعقة كاملة صغيرة، بضيفها في الأول. بضيفها في اللحمة يستوي مع اللحمة والكزبرة وكده. وملعقة صغيرة تانية دي بعدين حاضيفها في النهاية بعد ما خلاص الملاح يتسبك وأكون قربت ألاقي ملاح التقلية. بضيف الثوم لأنه يا جماعة بيعادل النكهة القوية بتاعت الصلصة، وفي نفس الوقت بدي نكهة جميلة. لكن ده لما يعني بس ما أخليه ينجط شديد منه. خلاص أنا حأكب الفلفل ولايق الملاح. ويا جماعة الفلفل دايما بنحطه في الطبايخ آخر حاجة. ليه؟ بس عشان إحنا عايزين النكهة بتاعته الجميلة دي. وفي نفس الوقت لو كبيناه من بدري ريحته طبعا بتروح. وغير كده بيسود الملاح، بالذات لو انت يعني مثلا من الناس اللي بياكلوا الفلفل كمية كبيرة في الملاحات في الطبايخ، بيخلي الملاح لونه أسود. والحاجة ده عشان ما نتجنبها بضيف الفلفل دايما في آخر الطبيخ. ومنه أنا عايزة أنزل الحلة بتاعتي. وخلاص هنا ملاحي قرب يتسبك خلاص، يعني قرب ألايقه. طوال أنا بخد بالجنبة العصيدة بتاعتي في موية سخنة. دي طريقتي أنا وطريقة أمي.
الله يديها العافية في الطبيخ في العصيدة. بتخد الموية في قدر في النار لحد ما يغلى. وال- والعجين اللي أنا كبيته ده عبارة عن شنو؟ عبارة عن دقيق فينة، أو دقيق الأبيض ده، وكبيت معاه كمية متساوية من الدقيق بتاع الكسرة، الدقيق العيش الأبيض. وكبيت خمار بتاع عجين، كبيت زي فنجان، مجيش فنجان يعني شنو؟ يعني زي 3/4 الكوباية بتاعت الشاي. ليه؟ لأنه بدي طعم للعصيدة، وبيخلي العصيدة ما يكون فيها اللي هي الحبوب، التكتلات. الناس اللي بتكون بتجيهم العصيدة كده نظام حبوب حبوب حبوب، دي دي بتختفي مع الخمار ده. كويس. أضفته للموية السخنة، وخليه يغلى 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 لحد ما شنو العجين بتاعي ينجض. يعني أنا بخلي العصيدة لحد ما تصهر الفقاقيع دي، وتحسيه إنه شنو العجين ذاته بقى خفيف ونضج وقرب شنو يفور. أنا بخلي العصيدة في الغالب حكاية ساعة إلا. فبتأكد إنه عصيدتي دي إنها هي ناضجة. خلاص بعد ما العجين بتاعي العصيدة نضجت وعملت الفقاقيع وفارت وكده، جيت أضفت الدقيق بتاعي، وطوالي شنو أقوم أصوت العصيدة لحد ما أحصل على قوام كده متماسك وناعم، زي كده زي اللي انتوا شايفينه ده. القوام بيكون خلاص يعني قرب للقوام بتاع العصيدة. يعني ما زي العصيدة اللي بيكون يعني بتخدوها بتكون سايلة دي، لا لا، أنا بعمل العصيدة تكون جامدة شوية كده. يا دام أنا خليتها في قوام مسافة لايقة الملاح والعصيدة تبرد شوية، بتكون شنو، والعصيدة تبرد شوية تكون جمدت. فعشان كده انتوا هسه بتشوفوها هنا هي لينة، لا هنا هي ما لينة. هنا العصيدة حقتي دي ما لينة، ما لينة لأنه شوية كده حتجمد. عرفتوا؟ فلما تجمد بتصل الحجم للقوام اللي أنا عايزاه. بس كده خلاص العصيدة خلصت. كبيتها في القوالب بتاعتها ورجعت للملاح، خلاص اتسبك وعمل وش. أضفت له الفلفل الأسود، وخلاص حلايقه أضيف له الويكا. والويكا يا جماعة يعني ما بخليها يعني مثلا 5 دقايق 7 دقايق، لا 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 لا. لو عملتي كده الويكة بتقطع معاكي والملاح بيبقى خفيف، وتاني قدر ما تزيدي الويكة ما في أي فايدة. من الأول الملاح بيكون سخون، يعني بيكون يعني بيعمل فقاقيع كده. يعني أوعى تكون بالويكة في ملاح يكون بارد. عرفتي؟ الملاح يكون حار، يكون سخن فيه فقاقيع والسبك خلاص، لأنه انت يعني ما طمعانة ينجط يقوم يطلع موية وكده ويسبك لك. لا لا، انت خلاص تجي الملاح يكون جاهز مسبك. تضيفي الويكا على دفعتين بالكتير، أو دفعة واحدة. ملعقة كبيرة في الغالب، أنا بضيف ملعقة كبيرة عشان أنا بحب شنو يكون يعني ما يكون موية كده، يكون لايق كويس. أضفت الويكا بتاعتي
وبعد كده خلاص لخبطته، اديته بس دقيقتين الويك اب تكون نضجت خلاص. وفي نفس الوقت ملح بيكون لايوك، يعني ما بيقطع كويس. أصلا هي الويكة دي بالمناسبة ما أنا أعتقد إنها هي نية، لأنه إحنا بنشيفها في الشمس، والشمس دي يعني صراحة كده بتنجط والله. يعني أنا بحس كأنه هو شنو خلاص نجط، الشمس دي نجطته. فالحركة بتاعت إنه تاخدي بس ياخد دقيقتين في النار في الملاح دي عادلة جدا وكافية. ولو بقت دقيقة ونص ذاته كويس. لكن أوعى تبقيها 5 دقايق و6 دقايق، لا انت كده حتبوظي الطبيخ كله. وكده خلاص ملاحنا قضى، وعملت أحلى تقلية والحمد لله بقيت أظبط الطبيخ. وكل الطبيخ ده اتعلمته في سنتين بس. الحمد لله. والله الطبيخ ما صعب للبنات. لو عايزين يتعلموا الطبيخ حلو وبيغير المزاج. و... وهنا خلاص خلصت الفطور بتاعي، وبردنا عملنا آه عصير وخلاص كده. قضيت معاكم الفيديو، كان ظريف. و... وأنا اشتركت جديد. و... و... وبتمنى تشتركوا بالقناة وتدعموني باللايك وشيروا الفيديو لو عجبكم. ودمتم في رعاية الله.